ومن فترة كده حد عمل زي ريفيو كده على مطعم شريمب زون للأسماك وكده. أنا بصراحة ما شفتش الفيديو لأن في الوقت اللي نزل فيه الفيديو والدنيا دي أنا ما كنتش متابع السوشيال ميديا كويس، يعني كنت مشغول. المهم بقى إيه، إن أنا بقى شفت بقى ريفيوهات تانية للناس اللي بتشكر في شريمب زون، ولقيت ناس طالبة صواني بتقول لها الأكل حلو وإن أنت فلان كذاب وراعي ربنا، والناس كلها كانت بتحلف وبتقسم، فبان الناس كويسين. الفكرة في إيه بقى؟ إن صاحب المطعم نفسه هاني فود أصلا طلع بلوجر، كل يوم بيعمل إعلان لصينية من اللي عنده وبيعمل ريفيو، وعنده استاكوزا كبيره بيقول لك الاستاكوزا دي كل اللي في الصينيه عليها فري. الاستاكوزا بكام يا استاذ هاني؟ الاستاكوزا ب 20,000 جنيه ولا ب 30؟ انا ما اكلتش استاكوزا قبل كده بصراحه في حياتي يعني، بس لو غالي كده ما احنا نستثمر المبلغ ده في بقره، في عجل، يعني نذبح عجل نوزعه على القبيله لكن استاكوزا بكل صينيه، وان كل الناس بتشكر في المطعم بتاعك. وانا صدقني انا صدقت، ومصر كلها عرفت ان شريمب زون هو احسن مطعم سي فود في مصر كلها بجد، بشهاده كلام الناس وبشهاده الناس اللي عندك في المطعم، وباين الناس كلهم بيتكلموا بجد. ويعني ما شاء الله المطعم زحمه وكويس، وربنا يوسع عليك ويبعد عنك اي حد كذاب او اي حد عامه بيفتري على اي حد، ربنا يبعد عنهم الناس دي، وربنا يوسع عليك رزقك. واي حد فتح مطعم، اي حد فتح محل، فتح بيوت ناس وناس بتشتغل، ربنا يوسع عليكم بجد. فبس انا بس عندي ليك طلب صغير يا استاذ هاني، مش لازم بعمل خلاص، صدقني كلنا عرفنا انك اجمد مطعم سمك، عرفنا ان الجمبري راس وديل فيه خربشه او فيه خرمشه، وعرفنا ان بلح البحر مع الرز جامد جدا، وعرفنا ان عندك اكبر استاكوزا في مصر بالتنين وكل عليها فري، وعرفنا ان الصواني عندك رخيصه وجامده ومقيم مقابل السعر. انا تعبت والله تعبت، مش لازم كل يوم تعمل ريفيو، ما كل يوم تعمل ريفيو، طيب امال بتكسب ايه ان شاء الله ربنا يوسع رزقك. بس خلاص بامانه، خلاص كلنا عرفنا انك اجمد مطعم، مش لازم كل يوم نشوف فيديو بصينيه فيها خلاص تعبنا واحنا المفروض في صيام يعني، وزبده وبتر فلاي وهاي باي، فبالراحه شويه لان اعصابي بامانه تعبت بجد.